السلام عليكم متتبعينا الكرام ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. عواش المبروكه كيف العاده. نتمناو البقيه ديال هذا رمضان تدوز عليكم بخير وعلى خير وتصوموا وتعاودوا ان شاء الله وتكونوا بصحه وعافيه وكل المتمنيات ديالكم ان شاء الله تكون تحقق. وعلاش لا رمضان الجاي ان شاء الله تصوموا هنايا في امريكا. على العموم الفيديو ديال اليوم غادي نطرق ليه واحد الموضوع اللي هو مهم ومهم بزاف اللي تيشغل البال ديال كاع المتتبعين اللي تيتعلق كسوا هاد المتبع اللي تيتسناو الموعد ديالهم باش يمشيو يدوزوا المقابله باش ياخذوا الفيزا ديالهم ان شاء الله، او الناس اللي يلا تيتسناو النتيجه ديال القرعه اللي غادي تبان ان شاء الله في شهر ماي في يوم 6. نتمناو التوفيق للجميع والمتتبعين ديالنا اللي على القناه ديالي اولا اللي على الجروب واتساب ان شاء الله كاملين نشوفوهم طالعين انهم has been selected، وان شاء الله تدوزوا ان شاء الله وتاخذوا ان شاء الله الفيزا. على العموم الموضوع اللي نهضر عليه هو على الخدمه، هو موضوع متشعب بطبيعه الحال وفيه بزاف ديال النقط اللي خصنا نطرقوا لهم ونهضروا عليهم ونوضحوهم ونعطيو بطبيعه الحال نصائح ووسائل البحث وكيفاش نسلحوكم بانكم من تجيو ان شاء الله لهنايا ما تلقاوش صعوبات في البحث عن العمل. وهذا كما قلت الموضوع فيه بزاف ديال النقاط صعيب غادي نطرق عليهم ما غاديش نطرق عليهم كاملين في فيديو واحد لان صعيب تجمع كل شيء في فيديو واحد، سينو الفيديو غادي يكون فيه شي 3 السوايع ولا 4 ما بغيناش داكشي. دونك الفيديو الاول اللي غنهضروا عليه هو بالنسبه للناس اللي مثلا ما اللي تجيو شنو هي الخدمه اللي غادي ندير من نجي لتماك الامريكان. بخصوص انا ما عنديش لونجلي ومثلا ما عنديش شي حرفه ولا شي حاجه، واش غادي نلقى خدمه، واش غادي يخدموني وكيفاش نلقى خدمه. دونك هذا هو الموضوع الاول اللي غنتطرقوا له في هذا الفيديو، والمواضيع الاخرى اللي كاينه على حسب شنو هي المهن اللي متوفره وشنو هي اللي مطلوبه وكيفاش نلقى خدمه بالنسبه للناس اللي عندهم حرفه وعندهم لونجلي والمسائل هادو كاملين ان شاء الله غادي نطرق لهم ونعطيكم بعض المعلومات ووسائل فين تقلب على حسب الولايات ديالك كيفاش نتايا تقلب باش تلقى احسن الفرص ان شاء الله. على العموم نبداو بالنقطه الاولى كيف ما قلنا. لنفرض ما عندكش مثلا لونجلي ومثلا ما عندكش حرفه ولكن مستعد بطبيعه الحال تخدم وتقاد الامور، وعلى في البدايه حتى يتحسن مثلا اللغه وتكسب خبره وتكسب مثلا بغيتي تمشي تكسب شي مهنه اللي حتى هي غادي نطرق ليها الا بغى الواحد شي حرفه يتعلم ليها شنو خصو يدير. هنايا كيف ما قلت ميريكان بلد الفرص، ولكن انت خصك تمشي تبني ديك الفرصه وتجيبها. كاين الوسائل وكاين المعلومات، خص الواحد يتحرك والحركه فيها البركه ويكون خير ان شاء الله. ما عندكش لونجلي وما عندكش شي حرفه مثلا، خاصك تعرف اخي المتتبع واختي المتتبعه الاختيارات عندك شويه قليله باش نكونوا واقعيين وواضحين، لان الاختيارات غتكون بسيطه وخاصك تخدم على لونجلي. ولا مازال ما شفتيش مثلا الفيديو اللي حطيت على ديك لابليكاسيون اللي في فيسبوك، دخل لاباج ديالي راه واحد لابليكاسيون مبسطه اللي غادي تبدا لك من الزيرو وتعلمك لونجلي بشويه بشويه على الاقل الجمل ديال اليوميه اللي تتعامل بها، وهذه خصك ضروري تعرفها. دونك دخل لاباج وتيليشارجي ديك لابليكاسيون والله يعاون ان شاء الله غادي تحسن في لونجلي. دونك النقاط اللي ولا المهن اللي تقدر دير كاين طبيعه الحال دير ديليفري، مثلا دير دور داش ولا اوبر ايت، وهذه تقدر ديرها غير مثلا ماشي ضروري تكون عندك السياره، ديرها غير بسميتو غير بالدار بيكالا. والاخ عمر تحيه ليه من هذا المنبر راه داير فيديوهات على هاد المهنه هذه وتيشرح كلشي بالتفاصيل. حتى هو دخلوا عنده لاباج ديالو وراه غادي تشوفوا الامور مثلا بسيطه وتقدر تقضي بها غرض، وتقدر دير جوج خدامي مثلا خدمه وزيد عليها الدليفري من تكون مثلا جالس او لا من يكون عندك الوقت. هذه وحده. ثاني حاجه بطبيعه الحال اي مثلا ماشي شركه معمل او لا شي حاجه اللي فيها اللي تيخدموا باليد ديالهم، هذيك تقدر تمشي وتخدم، لان بزاف المرات لونجلي ما تيكونش مطلوب واخا ولان داك الكونتاكت مع الناس ما تيكونش شي كثير. بطبيعه الحال الا كنتي في شي ولايه فيها الفلاحه وفيها الفيرمات، هذا واحد المجال واحد اخر تقدر تخدم فيه. فيما مشيتي غتلقى لي ريستورون، مجال اخر تخدم فيه هو لي ريستورون، تخدم مثلا في الكوزينه
داكشي اللي كاين تما كتخدم على حسب الريستون، على حسب الولايه. تقدر تخلص على حسب كيما نقولوا المينيموم ويت، واش 12 13 14 دولار على حسب هذا. وتبدا به كما قلنا. هادو مسائل هادو خصك ديرها في بالك انها غير انطلاقه، غير باش تبدا هنايا شويه باش تقضي غرض في الاول، حتى تخدم على شي حرفه ولا صنعه، وتخدم على اللغه باش تولي على الامكانيات ديالك تحسن، باش يوليو عندك الفرص احسن. قلنا تقدر تخدم عاوتاني في لي زوتيل، ولا دير كيما تيقولوا هاوس كيبين، يعني الا تمشي لي شومبر تتقادهم تنقيهم، ولا ديرهم مثلا في المنازل. كاين شركات اللي تيديروا تنظيف المنازل اولا تنظيف ديال المكاتب ديال الخدامي. هذوك راه موجودين، وهذوك بالحق تيخدموا غير بالليل بيان سور، لان خص الموظفين يخرجوا، العمال يخرجوا من البيرويات، وليكيب ديال النيطواياج تدخل. هذوك راه تما موجودين كاينين، ما تيحتاجوش لونغري. هذه شي حاجه تقضي بها حتى هي كيف ما قلت الليل. دونك هذا خصك انت تعرف، ما بغيتيش تخدم بالليل ما كان لا شي دير هذيك. والحاجه الاخرى هي تخدم في لي ستور، يا اما عند العرب، ولا اما تخدم مثلا في ديال الحوايج، تقاد الحوايج تماك، اولا تخدم مثلا حتى في لي سوبر مارشي، في لي ماغازان، تقاد تعمر مثلا ناقصاهم مثلا السلعه، انت تعمر السلعه. وهذه حتى هادو راهم مزيانين وما تيطلبوش لونغلي، بالخصوص الا كنت تعرف شي حد ولا تخدم معهم. اولا مثلا هادوك كيما نقولوا داك لي ماغازان ولا الحوانت ولا المحلات التجاريه اللي ديال العرب اللي فيهم، الا كنتي في بلاصه فيها العرب. داكشي انا ملي كنت درت الفيديو ديالي على احسن الولايات كنت هضرت على هذه النقطه ديال الا تبان لك انت الجاليه العربيه مهمه هنا فاش غتنفعك. تقدر تهضر معاهم يدبروا لك على خدمه عند هذا ولا هنا، غتلقى الخدمه باش ديباني راسك في الاول. والحاجه واحده اخرى كاينين هنايا مصبانات. هادوك مصبانات كاين اللي خصو يقابلهم تقدر تلقى فيهم خدمه. هادوك حاجه واحده اخرى دير فيها حتى هي. الاخرى اللي كاينه اللي هي بزاف ديال الناس يهضروا عليها وتيبغيوها، هي مثلا تسوق الرموكات. هذه مزيانه، غير هو الحاجز اللي كاين هنايا ماشي كاع الولايات يقدروا يعاونوك يعطيوك مثلا البيرمي، دوز البيرمي باللغه العربيه مثلا. كاين بعض الولايات لا. ومن فوق من هذا الشيء القانون ديال الفيدرالي اللي كاين تيقول خاص تكون عندك لونغلي تقدر تقراها وتكتبها، يعني تقدر دير واحد الكومونيكاسيون مبسطه على الاقل مبسط. يعني خاصك تكون تعرف شي حاجه فيها. باش تعرف شي حاجه فيها داكشي اللي خاصك تخدم عليها على لونغلي. دونك واخا تاخذ مثلا البيرمي بالعربيه مثلا، اولا الا كان ديك الولايات يساعدوا فيها، ودزتي مثلا عند شي شركه اللي غتخلص عليك مثلا البيرمي، حيت كاين بعض الشركات تيديروا هذه. غير هو كيف ما قلت لك غتكون الامكانيات ولا الفرص ديالك ما عندكش لونغلي مثلا في هذه، ولا يقدر يكون قلال، ولكن هي كيما نقولوا اوبسيون. علاش لا، الواحد يقلب فيها ويشوف. على العموم باش نكونوا واضحين، ما كاينش لونغلي وما كاينش كيما تسميون سكيلز لايك بحال مثلا حرفه ولا شي حاجه. الحرف اللي غادي تلقاو ولا الخدمه اللي غتلقاهم شويه ناقصين، ما نكذبوش على الله. وإلا كنتي ناوي ما غاديش تخدم على لونغلي ديالك وتحسن، انا في رايي غادي تيبان لي غادي تكرفس من تجي لهنايا. دونك ضروري تخدم على لونغلي باش تحسن. هذه هو كما نقولوا الفكره العامه. كاينين بطبيعه الحال غادي تقول لي شي حد راه ما كاين لا لونغلي لا والو، راه دار محل ديالو ولا بطبيعه الحال كاين هذوك كما تنقولوا لي زيكسيبسيون، يعني الاستثناءات، ولكن حنا تنهضروا على العامه. يعني وهذه بالتجربه الخاصه ديالي، وراكم عارفين تسمعوا انتم راكم كاينين في لي جروب ولا فيسبوك. تيقول لك الا ما كانتش لونغلي، وبالخصوص الا ما كانتش عندك الحرفه ولا شي حاجه، راك غادي تكرف شي شويه. داكشي علاش ضروري تخدم على اللونغلي. لان علاش الا خدمتي على اللونغلي غادي تقدر تمشي تقرا تتعلم على الحرفه. وغادي ندير موضوع على هاد الحرافي بشحال تيتقاموا عليك وشحال تياخذ الوقت، لانهم هادو مزيانين. وحتى الا كانت عندك شي حرفه مثلا جبتيها مثلا حلاق، وإلا بغيتي تقرا تشوف على الحلقه لي زانفورماسيون اللي راه درت فيديو عليها تقدر تشوفوا، تقدر دير حلاق. ولكن خصك تهضر مع الناس كيف ما كان الحال. يعني في الاول ماشي مشكل تقدر ديباني، ولكن باش تجي تحسن وتطلع النيفو ديالك، لان من تجي تهاجر لهنايا خص تكون عندك فكره او الهدف
ان المستوى ديالك المعيشي يتحسن بواحد الدرجه اللي ملحوظه، ماشي لان هنايا ملي تجي لهنا يقدر يكون مثلا المستوى محسن مثلا في المغرب، ولكن المستوى ديال هنا بالمقارنه مع الميريكان ومقارنه مع المجتمع ديال الامريكي تيكون مازال ناقص. انت خصك تفكر بالمجتمع بالافكار ديالهم هنايا، المستوى ديالك خصك تحسنه، ماشي جي تكرفستي في المغرب وتجي لهنا وتزيد تبقى مكرفس. دونك انت هنا خصك تحسنه، ضروري تخدم على اللغه ديالك وإلا ما كانت بخصوص الا ما كانت عندك شي مهارات، لان خصك من تعلم اللغه غادي تقدر تتعلم شي مهارات لكن ما بالونجلي تسميهم سكيلز، اللي هما غادي يخولوا لك انك تطلع واحد الدرجه في المجتمع مثلا، كما نقولوا في الهرم المجتمعي، تحسن الوضعيه ديالك كما نقولوا بالمعيشه ديالك. كيف ما قلت الا كنت غادي في المغرب يلاه قاضي غرض ولا ما قاضيش غرض كاع وتجي لهنا باش تعيش باش تقضي غرض، راه ما كنظن انايا ما خصهاش تكون بحال هكا. خصك تحسن الوضعيه ديالك لما احسن، ديما خصك تشوف تحسن الوضعيه وتحسن المستقبل ديالك. واللغه اللغه راها واحد المفتاح. على العموم غادي نبارطاجي معكم واحد سيت ويب هنايا الا بغيت تقلب على الخدمه اللي غادي يعاونك بعدا تشوف شنو كاين باش يعطيك فكره او ميم طون باش تشوف الفرق بين الخلاص الا ما تحتاجش لونجلي شنو هي نوع الخدمه اللي تلقى، ولا كان عندك لونجلي ولا عندك بدون مهارات غير لونجلي راه تقدر ديباني احسن. هذا السيت ويب هذا سميتو سيمبلي هايرد، هو هذا simplyhired.com كيف ما indeed.com. هنايا غادي نكتبوا no English necessary، هاي عطاتنا هنايا. وفي السيري غادي نديروا المدينه، غندير انا فينيكس ديالنا كيف ما قلنا تنعطيو بها المثال. غير هو من دير المدينه خصك ضروري دير الولايه، لان هانت كاين هي فينيكس، كاين هي فينيكس داخلها في نيويورك، كاين في إلينوي، كاين بزاف ديال لي فينيكس، ولكن ضروري خصك دير تابعه الولايه ودير سيرش وتيعطيك وانت تقلب. حنا لا ديستونس ما نديروش لا دات، الا بغيت دير وقتاش لا دات فاش مزيانه انايا تعطيك مثلا الجديد للقديم. بحال مثلا ها هو هذا راه كيما نقولوا تانستالي مثلا، تتشوف شنو اللي مزيان. هيا عاوتاني قلنا لونجلي، هنايا تقدر دير الترجمه وتشوف. هو هاوس كيبر مثلا، هاوس كيبر يوريك كيف ما قلت لكم انايا ديال في سميتو في لوطيل تنظف لي شومبر ديالهم. بحال مثلا ملي تشوف هذا تيقول لك فين كاين شمن اوتيل، ها هو الثمن باش غادي تبدا. ومثلا ها هما كاين بزاف ديال هاوس كيبين، وهذو كيف ما قلت لك كل واحد تيدوك شحال الثمن ديالو. تدور تبقى تقلب تشوف انت شنو اللي باين لك، وكيف ما قلت دير لابليكاسيون ديالك هنايا نيشان. لابليكاسيون ديالهم راه لابليكاسيون تتكون ساهله، المهم باش يعطيك فكره على شنو هي مثلا الخدمه وشنو غادي دير. بحال مثلا هو هذا اللوطيل هذا هو تيديروا $15 داين. كيف ما قلت انت خصك تقلب وتشوف ودير الطلب ديالك في كاع كاملين كيف ما بغيت. تبقى تقلب كيف ما قلت راه كاينين عطا الله. ها هو مثلا كيما قلنا كوك يعني تخدم في سميتو انك في الكوزينه، ولا دير مثلا تقاد كيما نقول تغسل الماء عند تماك، ولا كيف ما قلت ها هو هذا تراك درايفر كلاس غير هو كيف ما قلت لك هذا بحال مثلا ها هما دايرين الثمن ديالهم هنايا ياك الثمن مزيان، ولكن خصك تقرا شنو المتطلبات وتشوف واش داكشي يصلح لك ولا لا. كيف ما قلت تشوف هنايا في هادو وتتشوف اللي مسلكك واللي مزيان وتتبارطاج. كيف ما قلت غيكون عندك لي شوا محدودين، لان كيما قلت ما كاينش لونجلي وما كاينش مهارات. الصراحه راه هي هذه، ما نكتبوا ما نخبيو ما حتى شي حاجه. غيكون عندك داك الشيء شويه محدود، ولكن ماشي ما ضروري ما تنقولش راك ما غتلقاش، هو غتلقى. تلقى باش تقضي، تلقى باش ديباني راسك في الاول. سمعت كيف ما قلت ديباني، انت جاي لهنايا ماشي باش ديباني، جاي هنا باش تحسن الوضعيه وتحسن المستقبل ديالك وتضمنه وزيد. دونك ضروري تخدم على اللونجلي وعلى المهارات ديالك باش تطلع النيفو. ولكن باش تبدا كاين ها هما مثلا لي سيت، ومازال غادي في الفيديو الاخر غادي مازال نعطيكم بعض المعلومات وبعض الوسائل اللي تزيد تقلب تعطيوك مثلا المساعدات يقلبوا لك على الخدمه. وهذه
حاجه واحده اخرى اللي بغيت نضيف، ان في كل ولايه كاينه وزاره اما ديال التشغيل او وزاره الاقتصاد، وهادو تيتكلفوا انهم تيكونوا عندهم مكاتب ديال التشغيل. هادوك واحد المهم واحد يعرفون فين كاينين، يقلب عليهم اللي حداه في ديك الولايه ويمشي يقصدهم. هما غادي يعاونوه مثلا بالسي في، يعاونوه يوريو الخدامين اللي كاينين، ويقدروا يلاقيوه بشي مشغل محتاج مثلا يد عامله، اللي في الحاله ديال مثلا ماشي ضروري لونجلي وما كاينش مثلا شي مهارات لهذه. العموم نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. وما تنساوش ديروا سبسكرايب وفعلوا الجرس. الا كان عندكم شي سؤال ديروه في كومنتير، راه ديما تنجاوب على الاسئله ديال الاخوان. وتستناونا في فيديوهات واحده اخرين اللي مازال كيما غادي نطرق لهذا الموضوع، لان كاين فيه بزاف ما يتقال وصعيب تحطوه في فيديو واحد. نتمنى انه يكون استفدتوا معنا في هذا الفيديو، وفرصه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.